بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. مجالس الصلح ضرورة اجتماعية دلت عليها النصوص الشرعية والنصوص القانونية والمقتضيات الواقعية. من النصوص الشرعية الدالة على ذلك نقرأ في سورة النساء عديد الآيات. الآية 35: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الآية 65: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية 114: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الآية 128: والصلح خير. والأحاديث النبوية كثيرة منها: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. هذه بعض النصوص الدالة على ضرورة تجذير قيم الصلح وتأسيس مجالس الصلح للتصدي لجميع المنازعات التي يفرزها واقعنا الاجتماعي، واقعنا الاقتصادي، بل الصلح لا بد أن يكون حاضرا في جميع ميادين الحياة. والنصوص القانونية في الجزائر كثيرة جدا. أذكر على سبيل المثال القانون 75/58 المعدل والمتمم، خاصة في المادة 459 منه. ونقرأ أيضا في القانون 75/59 المعدل والمتمم من المادة 317 إلى غاية المادة 448. وفي قانون 90/02 وفي قانون 84/11 المعدل والمتمم بالأمر 05/02 خاصة في مادتيه 49 والمادة 50. وكذلك المادة 222 التي تحيل السادة القضاة إلى الشريعة الإسلامية عند وجود فراغ تشريعي طبقا للمادة 222. كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية. وكذلك القانون رقم 0809 في المواد 990 وما بعدها التي نصت على الصلح، لأن المشرع الجزائري تبنى 3 صيغ فيما يسمى بالطرق البديلة لحل المنازعات المختلفة، سواء كانت عقارية أو مدنية أو تجارية مهما كانت طبيعتها، حتى في المجال الجزائي من خلال القانون 15/02 الذي وسع من صلاحيات السادة وكلاء الجمهورية لإنهاء المنازعات الواردة في المادة 37 إلى غاية المادة 37 مكرر 9 بخصوص بعض المخالفات وبعض الجنح التي تنتهي صلحا على مستوى السادة وكلاء الجمهورية. إذن نقول هذه المواد القانونية تضاف إلى تلك النصوص الشرعية كلها تدعو إلى ضرورة تأسيس مجالس صلح تتكون من الأئمة والإمام له مقام معلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذن هذه المجالس تتشكل من الأئمة ومن الموثقين ومن رجال القانون ومن علماء الاجتماع المختصين في علم الاجتماع وفي علم النفس، والخبراء الماليين والخبراء العقاريين المعتمدين وغير المعتمدين، ومن التجار، ومن كل من يملك استعدادا للإسهام في تجذير قيمة الصلح وفي إشاعة
ثقافة الصلح في مجتمعنا. ربنا أمرنا بالتعاون وتعاونوا على البر والتقوى، وربنا عز وجل وعدنا ووعده الحق، إذا اجتهدنا في تحقيق ما نستطيع ربنا سيحقق لنا ما لا نستطيع بأمر منه، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله التزم بتغيير ما نحن فيه إلى وضع أحسن، فتنتهي منازعاتنا وخلافاتنا صلحا، تنتهي بالصلح، وقد قال ربنا عز وجل: والصلح خير. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.